السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده احنا هنبدأ بقى نخش في اعماق اللغة اكتر. والنهارده بقى هنبدأ نتعلم حاجة اسمها if statement. تمام؟ الاف statement دي يا شباب هي جملة بتقع تحت حاجة اسمها الكونديشنال statement. ايه الكلام الانجليزي دوت؟ بص يا سيدي، الكونديشنال statement هي statements بتاخد منك condition، بتاخد منك شرط، جملة بتاخد منك شرط معين، وعلى اساس الشرط دوت بتحقق result. تمام. ومن الحاجات اللي بنستخدمها في الكونديشنال ستيتمنتس بتاعتنا هي الاف ستيتمنت، ودي موجوده في اغلب اللغات. طيب، ازاي احنا بنكتب الاف ستيتمنت في جو؟ بنكتب اف نفسها وهي كي وورد موجوده، وبتدي له الكونديشن، وبتفتح كيرلي بريسز او كيرلي براكتس، تقول له هنا ده الكود اللي هيتنفذ. تمام. تعالوا نعمل حاجه بسيطه خالص. تمام. ونيجي نقول له مثلا انا عاوز اعمل الايدج واشوفه بيساوي 20. تعالوا نعمل هنا اف ستيتمنت بسيطه، اف ايج كده مقسم ب 18، واف ام تي اف ام تي دوت برنت لاين ادر. بص كده، تحس ان هو انجليزي، انت قادر تقراها صح؟ لو الايد اكبر من او يساوي 18 قولي ان هو ايه؟ ادلت. طيب، إلس، والله قولي ان هو ماينور بالمنظر دوت. وتعالى كده رن الحاجه، هو كده ادلت. طيب، تعالوا نراجع دي كده في السريع. انا كده بقول له لو الايج اكبر من او يساوي 18 فهو ايه؟ ادلت. الإلس ديت بقى ان ما كانش كده، فاهم؟ يعني دي حاله تانية. تعالى نبص عليها اكتر، ولنقل ان ده ممكن يكون ادمن، ونعمل له ايه؟ بترو. تمام. تعالى اوريك حاجه. هنقول له هنا جوه بقى، احنا خلاص احنا هنعدي الكونديشن ديت، هنخش جوه ديت. تمام. اف از ادمن، وطالما سبتها كده يبقى انا بقول له هو از ادمن، يعني هو دي دلوقتي دي كده لما تسيبها لوحدها تحتسب بترو. تمام. اف از ادمن، اف ام تي برنت لاين ان ده ادمن يوزر. else هنقول له ايه؟ ان دوت نورمال يوزر. تمام. وركز الالس دي مع الاف النستد دي كده يا شباب حاجه اسمها نستد اف. النستد اف دي يا شباب بتبقى اف جوه اف. تمام. بس خد بالك ان النستد اف يعني بعد كده لما الكود بتاعك يكبر شويه هتلاقي ان الريدابيلتي بتاعت الكود او الكومبلكسيتي بتاعت الكود من ناحيه الريدابيلتي بتزيد معاك. تمام. فخد بالك من كتابه الكود معاك، انت بقى تقعد تحط اف جوه اف جوه اف جوه اف. تمام. تاخد بالك منه. طيب، آه، تاني حاجة نتكلم عليها مع الاف، ان الاف ستيتمنت احنا ممكن نختصرها. تعالوا كده بس نرن الكود عشان نشوف الناتج. هو قال لك اد ادلت ادمن يوزر، لو خلينا دي بفولس وعملنا كده اد ادلت ونورمال يوزر، هو طالما دخل هنا ولقى الشرط هيحسبها على طول. وطالما ماينور كده كده مش هيبقى ليه اي يعني مش هيبقى ليه ان هو قادر يتحكم في السيستم دوت لانه ماينور يعني. طيب تعالوا نكمل. في اي لغة لما تيجي تبص هتلاقي ان الاف ستيتمنت ممكن تختصر. تمام. بمعنى انت دايما هتلاقي حاجه اسمها ترنري اوبريتور، ان انت بتكتب الكونديشن وتقول له هنا ترو وهنا فولس. تمام. ده في اغلب اللغات، انما في جو الموضوع بيختلف شويه. في جو انت بتعمل ديكلير للفاريبل. تمام. بتديكلير الفاريبل وبعد كده تدي له سيمي كولون الكونديشن، بعد كده بتدي له على طول الكود اللي هيعمل له اكسكيوت. تمام. تعالى نعمل حاجه زي سكور. تعالى هنا كده قول لي السكور، ولنقل ان هو كده 95. تعالى هنا، بلاش دي كده، بلاش السكور هيبقى جايب في الاخر. تعالوا ايه نكتبها بنفس الطريقه. نقول له اف ونكتب سكور. تمام. ونعينه بحاجه يساوي مثلا 95 كده. واللي بقى السكور طالما اكبر من او يساوي ال 50 قول لي بقى ان صاحب الريكورد دوت باست. تعال نبص كده، خلاص هو باز اهو. دي كده صورة ستيتمنت بسيطة خالص. تمام. طيب، ده كده المنظر. تمام. طيب، في بقى في الستيتمنتس بتاعت الكونديشن جمله اسمها سويتش. تمام. السويتش ديت بتاخد منك اكسبريشن
وبعد كده بتاخد منك كيسز، كل كيس ليها بقى ايه الكود بتاعها. تمام. بس السويتش دي كانت حل لحاجه اسمها else if، ودي بتتكتب بنفس الطريقه، بتدي له الكونديشن وبتروح جاي وراها مديله ايه الكود تو اكسكيوت. تمام. تعالوا نبص على ال else if بالسكور دي. تعالوا نلغيها من هنا ونرجعها زي ما كنت كاتبها هنا، مثلا السكور بمثلا 95. تعالوا هنا نعمل حاجه، هنقول له if السكور اصغر من ال 50، قول لي ايه اف ام تي دوت، ولا اقول لك بلاش، خليها مثلا السكور ديت اصغر من، تعالى نبدا من فين، تعالى نظبطها. انا دلوقتي السكور بتاعي 100، انا عاوز اقول له ايه، لو انا السكور بتاعي اكبر من ال 90، تمام، قول لي ان انا A بلس، فاهم، وهكذا 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 لحد ايه لما نوصل لمرحله الفيلير. تمام. تعالى نعيد كتابه الستيتمنت دي ولنقل انهي سكور، وهقول له ايه مثلا 90. انت هنا اكبر من 90، اف ام تي دوت برنت لاين، وقول ان هو ايه مثلا A بلس. else if اهي نفس الشكل، وتقول له السكور اكبر من او يساوي مثلا كده 75، اف ام تي دوت برنت لاين هي سي ام تي دي، اف ام تي دوت برنت لاين، خلينا نقول بي مثلا بي بلس كده. تمام. انا لو رنيت الابلكيشن دلوقتي هيقول لك ان هي اي بلس. طب تعالى كده نغيرها ونخليها مثلا مثلا 80. هي هتيجي هنا تقول لك لا دي مش اكبر من 90، هينزل تحت بص كده، قال لك بي بلس. المنظر دوت جت حاجه اللي هي السويتش هي بقى بتحله. السويتش بتاخد نفس المنظر دوت، بس الاكسبريشن برضو بيكون مش موجود بين قوسين. تمام. تعالى كده نكتب السويتش، تعالوا هنا كده. انا مثلا هعمل حاجه، هقول له مثلا ان الدي بتاعي مثلا بيساوي فرايداي، والفرايداي والساترداي اجازه. تمام. هقول له هنا انت عندك سويتش، بص هنا تاخد منك اكسبريشن كونديشن. انا هدوس هنا، بص ادي الاكسبريشن بتاعي اللي هو هيكون الداي هنا، والكونديشن بتاعي يكون ايه، ان هو مثلا فرايداي. لو فرايداي قول لي ان دوت اجازه، قول لي ان ده ويكند. تمام. طب كيس ان هو مثلا، انا اسف مش هنا، طب كيس ان هو مثلا ساترداي، والله قول لي ان هو ورك داي ويك اند. كنت هقول ورك داي يعني، ده اللي ناقص. طيب دي كده الحالة. تقول لي طيب افرض ما كانش لا جمعة ولا سبت، افرض كان حد اثنين ثلاثة أربعة، افرض كانت حاجة تانية، هقول لك احنا دي بقى قيمة افتراضية، دايما ترجع لو الكيسز اللي فوق ما اتحققتش. تمام. يعني لو الكيسز اللي فوق ما اتحققتش، بص بقى ايه للديفولت داي. تمام. في الأغلب يا شباب دايما هتلاقي إن المفروض يكون في بريك ستيتمنت، إن احنا نوقف السويتش بتاعتنا. السويتش في جو بتتميز بالامان، مفيش بريك، مفيش فول ثرو بالغلط. يعني انت مش لازم تديها دايما حاجه زي البريك. تمام. انت سيبها هي بتهندل البريك ده لوحده. وخلي بالك السويتش ممكن برضو تكتبها من غير اكسبريشن، وده هنشوفه. تمام. تعالوا بس نرن الكود نشوف هيرجع لي ايه مع الفرايداي. رجع لك ان هي ويك اند. طب انا مثلا خليتها ثيرزداي مثلا. تمام. بص كده، قال لك ان ده ورك داي. تمام. طب انا خليتها ساترداي، بص كده بقت ايه ويك اند. طيب بقى ازاي بقى بنيجي نكتبها بقى من غير دي؟ اقول لك حاجه، تعال نعمل سويتش بتقيس الساعه. يعني انا دلوقتي عاوز اقيس الوقت دوت بعد الظهر ولا قبل الظهر. تمام. انا هخليها عندي مثلا الساعه الاور، ولنقل ان طول ما هي فوق ال 12، يعني مثلا الساعه 13 14، دي بتبقى بعد الظهر. اقل من 12، تمام، دي بتبقى قبل الظهر. تعال بص، انا مش هكتب ان الساعه مثلا 16 اللي هي المفروض 16 4 بي ام. تمام. تعال نعمل سويتش بتقيس الحاجات دي. انا هقول له سويتش واروح عامل كده على طول. هقول له في اول كيس عندك لو الاور اكبر من ال 12، تمام كده،
نقطتين فوق بعض كولوم مش كيرلي بريسز، وهنكتب اف ام تي دوت برنت لاين افتر نود. تمام. طيب افرض ما كانتش بقى كده، يعني افرض المصدر ده، افرض الساعه مثلا كانت مثلا افرض كانت 11، افرض كانت 10. تمام. بتقول له بقى ان الديفولت بتاعك اف ام تي دوت برنت لاين بيفور نود، بس بالمنظر دوت. تعالى كده جرب ترن. ايه افتر نود. طب لو انا مثلا خليتها مثلا 5، بص كده، بيفور نود. تمام. ده كده يا شباب بمنتهى البساطة كان فيديو النهاردة اتكلمنا فيه عن الاف ستيتمنت وازاي تهندلها. تمام. وعملنا نستد اف، قلت لك ان دي اف جوه اف بس حاسب من الكومبلكسيتي بتاعتك. شفنا الالس، شفنا الالس اف، السويتش بالاكسبريشن غير اكسبريشن. تمام. وده بمنتهى البساطة كان فيديو النهاردة، ان شاء الله تكونوا استفدتوا بيه. بنتقابل الفيديو الجاي في اللوبس ان شاء الله. السلام عليكم.